في مشهد بات يتكرر مع كل عام دراسي، تعاني أغلب مدارس محافظة بابل من اكتظاظ ملحوظ، حيث يتجاوز عدد التلاميذ في بعض الصفوف حاجز 50، ما ينعكس سلبا على المستوى التعليمي للطلبة، ويثقل كاهل الكوادر التدريسية بمزيد من التحديات. مدارس عندنا كلش قليلة. اللي عنده فلوس راح ودى ابنه بالأهلية، اللي ما عنده فلوس ظل ابنه بالحكومية، قاعد حاطين بالصف 60 و70 طالب و80 طالب. زين، هاي مدرسة الكندي ابني يداوم بيها، 80 طالب قاعدين وياه بالصف. في المقابل تعاني القرى من إهمال واضح، إذ تفتقر لمدارس قريبة، ما يجبر الأطفال على المشي لمسافة طويلة للوصول إلى المدرسة. هذا الواقع دفع مراقبين لمقارنة مبادرة شرطي بين مدارس بسيطة بجهود ذاتية وبين وزارة التربية التي تنفق ميزانيات كبيرة دون حل أزمة نقص المدارس، خاصة في الأرياف. بابل تعاني من نقص في المدارس وخاصة في المناطق الريفية. الطالب يقطع مسافات طويلة من أجل يروح لمدرسته، وهذه كارثة صراحة. احنا ب 2025 بالوقت اللي نشوف سيف عباس قطوف اللي يجمع تبرعات 1000 دينار من المواطنين وبنى مدرسة متكاملة ب 500 مليون دينار عراقي. وتواجه مشاريع بناء المدارس في المحافظة تحديات ترتبط بعوامل متعددة، منها التمويل وصرف التخصيصات، إضافة إلى الإجراءات الإدارية، مما أثر على سرعة تنفيذ المشاريع خاصة في المناطق الريفية. التفاوت الكبير في توزيع المدارس بين مركز بابل ومناطقها الريفية يمثل عقبة حقيقية أمام مستقبل آلاف الطلاب، بل هو أزمة تهدد فرص الأجيال القادمة في الحصول على حقهم الأساسي في التعليم. حسين العوادي، عراق الحدث، بابل.